افتكرت نماذج ان هي مجبره على الغياب، يعني هو مش موجود لظروف شغل، مسافر، طبيعه الحياه. يعني برضو معلش يا ساره، معلش يا ساره، احيانا بيبقى غصب عنه، يعني مش دايما بيبقى طب بس اقول لك على حاجه في الحته دي. قولي لي. بس انا مع ان فعلا في حاجات، يعني بعرف لكل قاعده استثناء، بيرجع الساعه 12 بالليل يرجع الساعه 1 بالليل. انا بس بتكلم على ازاي ان احنا نتعاون حتى لو في ابسط الحاجات. يعني هقول لك الزوج اللي هو غايب خالص ده خالص، وهو يا عيني بيشتغل طول النهار، ومش هنقول ان هو قاصد يعمل كده، خلينا نمسك النوع ده من الاباء. على فكره في حاجات يقدر يعملها برضه. على فكره في ايام هو بيبقى فاضي فيها، اكيد مش طول الوقت مشغول. لا هقول لك لا هي قصدها على اللي مسافر، فلو هو هقول لك على حاجه، لا وحتى بيرجع الساعه 12 بالليل. يعني على فكره في حاجات يقدر يعملها، ان هو يسال على العيال، ان هو يسال عليها، ان هو يشجعها، ان هو يحل لها مشكله، مثلا يتواصل عن طريق حد، ان هو مثلا تعالى مثلا اعمل كذا، تعالى صلح حاجه، طب استنى هاجي في الويك اند تعملها. يعني دعم نفسي، بيعمل دعم طبعًا نفسي. طبعا، ما هو ده في حد ذاته وجود. طبعا ان هو يسال على اولاده. يعني مثلا فكره ايه، انا ماليش دعوه بالعيال خالص، ابني مثلا يقع في مشكله مثلا في المدرسه، في رجاله ما تعرفش عيالها في سنه كام، ما يعرفش اعمار ولادهم. فلا في حته، بص هو الرجاله محتاجه تحس ان هي تحس ان هي مسؤوله عن البيت والعيال. طب اول ما ده الشعور ده يطلع من جواها، هي هتبتدي تعمل حاجات حتى لو بسيطه.